التالي. العودة إلى العام 48 تشبه بالضبط قيادة هذه السيارة التي صنعت في العام 48، وتعود هذه السيارة لهاو يمني يجمع السيارات القديمة، ولديه حوالي 70 سيارة قديمة تبدأ أولها أو أقدمها في 38. هذا ليس موكب عرس في الأربعينيات وأنا أشارك فيه، لكنه عرض خطف أنظار المارة في شوارع سيئون بحضرموت اليمنية. هذا العرض يخص سالم الحبشي، موظف هاو في سيئون بدأت فكرته بشراء السيارة القديمة وبيعها عام 97، وانتهت إلى عشق منعه فيما بعد من بيعها. لما بدأنا بأخذ أول سيارة، ثاني سيارة، ثالث سيارة، حبينا سيارات، فأصبحت هواية وجمعنا كمية لا بأس بها. بعد أعوام من التعب والخسارة لجمعها، يرى اليوم أن مكانها متحف أثير يروي حكاياتها وحكايات أصحابها. كل سيارة لها تاريخ، ونحن إن شاء الله بغينا بنعمل متحف وبنمشي ما بين شباب تريد كثير ينحسوا واحد، يعني نمشيهم بس بدون مقابل، يعني تروح بسيارة وتوقف في الطريق قبل منه فلوس عادة، لكن تكون أشياء منظمة وأشياء هكذا. فنحن نعتبر نحن سميناه متحف اليمن للسيارات الكلاسيكية، ما هو الحبشي، ما سميته الحبشي أنا. الكثيرون لا يعرفون أن معظم هذه السيارات كانت تجوب شوارع سيئون في الثلاثينيات، وهي من أرقى موديلات ذلك العصر، ولكل منها قصة. ففيها سيارات تخص سلاطين وأمراء وتجار حضرموت ودبلوماسيين وأشخاصا آخرين مروا بها. هذه السيارة مثلا واحدة من 13 سيارة صممت في العام 49 خصيصا لاكتشاف الآثار، وكانت للأمريكي ويندر فيليبس الذي قيل إنه اكتشف عرش بلقيس في مأرب. ويندر فيليبس صاحب السيارات وصاحب الزيارة إلى مأرب، زي ما قلنا، من أمريكا عبر السعودية عبر عمان عبر حضرموت إلى مأرب، وهو هذا اللي أكد لنا أن السيارة هذه من ضمن السيارات اللي خرجت. أما هذه السيارة التي صنعت في العام 52 وهي من نوع ويلز، فقد أهداها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى شيخ قبيلة في حضرموت. قصص تستحق أن تحفظ في متحف يحتفي بفكرة رجل أراد ولو من غير قصد تدوين ذاكرة بلد بذاكرة سياراتها العتيقة. كيف يكون شعورك وأنت تقود سيارة قديمة كهذه عمرها 60 عاما؟ ربما يكون الأمر ممتعا كما يحدث الآن معي، فأصوات محركاتها وآلاتها ينقلك إلى عالم ذكريات عتيقة. الأمر ربما يستحق تجريبكم. أحمد الشلفي، الجزيرة، سيئون، حضرموت. تتنوع الخيارات والبرامج أمام السياح بسبب